ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا اكله هنديه، بس انا لما عرفتها في السعوديه، وجوزي هو اللي عرفهولي. تحفه. برياني فراخ. طريقتها سهله قوي، هو اللي عامل كل حاجه، انا كنت بس بساعده. حمرت له البصله كده زي بصله الكشري، بصله محمره مقرمشه، وخليت الفراخ من الجلد وقطعناها حتت صغيره كانها قطع فراخ. هو على فكره ينفع تتعمل باللحمه كمان، بس احنا بنحبها بالفراخ اكتر. قطعنا الفراخ حتت صغيرة، وبعدين نجهز التتبيلة بقى. كوباية زبادي، وعليها بهارات برياني. جماعة بهارات البرياني دي متوفرة جدا في السعودية، ومتوفرة في مصر برضو عند أي عطار تقولوا له عايزين بهارات برياني هتلاقوها موجودة. احنا حاطين اهو البهارات مع الزبادي، وهنقلبهم مع الفراخ كويس جدا جدا جدا، ونسيبهم في التتبيلة شوية. ودول شوية كركم عشان اللون كده يبقى أصفر وجميل. كل المكونات هنكتبها لكم في الكابشن. هي سهلة خالص خالص، اعتبروا نفسكم بتاكلوا كشري. هو بالنسبة ده للهنود الكشري بتاعهم زي الكشري بتاعنا كده المصري. تحفة كده، اتبلت جدا اهو. هو دلوقتي رصها في الصاج بتاع الفرن، هيدخلها تتشمع مش تستوي، تتشمع بس كده. تتشرب التتبيلة بتاعتها في الفرن، وهيبدأ يجهز بقى تتبيلة تانية على اللي هتستوي فيها. طماطم وشوية من البصل المحمر وشوية من بهارات البرياني، هيضربهم مع بعض في الخلاط، ومعاهم كريمة طبخ وقرن فلفل حراق. طبعا اصلا الاكلة دي اساسي فيها انها تكون حراقة، وكام فص توم براحتكم. وادي الكريمة، وهنضربهم مع بعض في الخلاط لحد ما يبقوا صوص كده اهو. بصوا الجمال، والله ريحتها تحفة تحفة لدرجة عايزين تاكلوها نية. هننزل بيهم في الحلة، نحط شوية زيت، وننزل بالخلطة دي بقى في الحلة. بصوا يا جماعة، الأكلة دي سريعة وسهلة قوي قوي قوي، وريحتها بتقلب ريحة البيت. لما الصوص كده يبدأ يغلي، هنطلع الفراخ بقى. خلاص كده الفراخ اتشمعت، هنحطها بقى في الصوص. ودي بيتعمل جنبها رز بسمتي، بس رز بسمتي مسلوق، لانه هينزل يستوي معاها في الصوص ده اهو. الرز كان منقوع حوالي نص ساعة، وبعد كده هننزله في مية بتغلي. الرز استوى واستلق، ادينا نازلين عليه اهو. ونوطي عليها بقى خالص لغاية ما تتشرب. والله يا جماعة بصوا الجمال، تحفة 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 تحفة. ونرش عليها شوية جرنش كده من فوق، شوية من البصل المحمر مع الكزبرة الخضراء. وده طبق سلطة زبادي بالخيار عشان يبرد طبعا الحراق بتاعها. وبالهنا والشفا، اتفضلوا معانا.